السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل عام وانتم بألف خير وصحة وسعادة. عيد فطر مبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والإيمان والبركات، اللهم آمين. كل عام وانتم بألف خير والأمة الإسلامية والعربية جميعا بخير وسعادة يا رب. ضيافة أول يوم العيد واستقبال حبايبنا وأهالينا وكل الناس الجميلة اللي بيزورونا واللي بنزورهم. هنا بقول لكم ده كان أجواء أول يوم العيد وتاني يوم، وهنقضي مع بعض كده اجواء جميله خالص. بدات ان انا اوزع التسالي، اللب والذره اللي هو المملح ده بيبقى جميل جدا، وكمان المقرمشات وشويه من الارواح الكراميلا والخانات اللي موجوده معايا كده مليتها بالشكل ده ما شاء الله. واحلى ما في العبوه دي ان احنا بنغلفها بنقفلها خالص، فالحاجه تفضل معانا مقرمشه وجميله جدا. ومعايا الشياله بتاعت نواعم العيد والكحك القمر بتاعنا، اللهم بارك، زي ما شايفينه كده تحفه وبيدوب دوب. ده عملته عند امي، وطبعا بنفس الطريقه اللي انا عملتها معاكم في الفيديو قبل كده. والصبليه الجميل القمر طلب الاء بنتي، يعني انا ما كنتش هعمل بصراحه، لكن الاء قالت لي انا عايزه صبليه يا ماما، فانا عملته لها. وده البيتي فور، بيتي فور المكنه اللي عملته معاكم قبل كده برضو، وقلت لكم المقادير بتاعته مظبوطه جدا. ده اللي احنا بنعمله عند ماما على طول، وزينته بالشكل ده. وانا كنت عامله لكم فيديوهات بكل الحاجات دي، وفيديو لتزيين البيتي فور لوحده، وان شاء الله اسيب لكم كل الفيديوهات في صندوق الوصف. والبسكويت القمر بتاعنا، اللهم بارك، بسكويت البرتقال، وكمان عملت عند ماما بسكويت الفانيليا اللي هو بسكويت النشادر. ومعايا اطباق الصابليه دي بكريمه الشوكولاته، خطيره طبعا، بنعملها مع بعض تحفه جدا. ما ينفعش اعمل صابليه من غير ما اعمل الاطباق القمر دي، ما شاء الله بيكون طعمها حلو جدا جدا، انا بحبها اكتر من الاشكال نفسها كمان. والغريبه الناعمه الدايبه القمر بتاعتنا، يعني اللهم بارك، الشياله فيها كل الحاجات الجميله اللي احنا عاملينها سوا، او اللي هي بعمايل ايدينا. معايا هنا دي البونبونيره، نقدر نقول عليها بونبونيره الشوكولاتات والبسكويتات والحاجات القمر الجميله خالص دي. كان عندي منها اللي هي الصيني، اللي هي الصيني الجميله جدا باشكال حلوه قوي، لكن للاسف اتكسرت، فانا جبت دي اسهل بقى علشان الولاد ما يكسروش في الحاجه كل شويه. وريتكم الانواع من الشوكولاتات اللي انا جبتها. للاسف السنه دي ما قدرتش ان انا اعمل شوكولاته، فاشتريت لهم شويه. ومعانا هنا توفي وكراميلا وارواح، يعني حاجات جميله الولاد بيحبوها. والتسالي بتاعه العيد ما تحلاش من غير طبق الترمس القمر والحمص بتاعنا، وعصره الليمونه بقى يا سلام، وشويه من الفول السوداني كده بقشره. ده الصبليه بنات اللي انا عملته، عملت كميه نفس الكميه اللي انا كنت مصوراها معاكم في الفيديو بالاشكال، بس انا كنت مزوده اكتر في الاطباق، يعني ما شاء الله شايفين عدد الاطباق معانا، انا كنت مزوده فيها اكتر من الاشكال. والتسويه ممتازه والطعم خطير. هنا كنت حشيتهم بالشكل ده، وكميه الحشو بتاعتي قضت معايا الاشكال دي ما عدا 4 اطباق بالظبط. وهنا عملت الاشكال من البيتي فور والصابليه بالشوكولاته الدارك السمراء، كنت هعمل بالبيضه بس ما لحقتش بصراحه. ومعاها السكر الملون، وكمان الفرملسي الملون والاسمر. والقريبه الناعمه الدايبه، عايزه اقول لكم انها كانت حته عجينه قمر، والله كانت تحفه العجينه تبارك الله. يعني عايزه اقول لكم الغريبه دخلت الفرن زي ما خرجت بالظبط، يعني ولا فرشت ولا شققت ولا اي حاجه تماما. هنا بقى كنت عملت كيكه شوكولاته لاستقبال حبايبنا واخواتنا وولاد عمامي، لاستقبالهم. عملت الكيكه القمر دي، شايفين خطيره، نقدر نقول عليها كيكه شوكولاته او كيك الهوهوز، بصوص خطير جدا. عملناها مع بعض قبل كده، وان شاء الله نكررها قريب لاني كنت عاملاها من فتره طويله على القناه. شايفين اللهم بارك، ارتفاعها محترم جدا، تسويتها تحفه، الصوص طعمه خطير مع الكيك، بجد ما شاء الله عليها، يعني تحفه. في طبعا اللي بيحب الكاكاو، وفي اللي مش بيقدر، واحنا لسه طالعين من العيد، فمي في اللي حب ان هو ياكلها، وفي اللي ما كانش قادر خالص. لكن بصراحه ما شاء الله جميله. كل مره بنعمل مهلبيه قمر الدين، مهلبيه اللبن الحليب، تشيز كيك، فانا حبيت ان انا اغير المره دي بالكيك. ودي كده الضيافه بتاعتنا والحاجات الجميله، بألف هنا وصحه يا رب لكل اللي اكل اي حاجه. ودايما منوريني ومشرفيني اخواتي وحبايبي وكل الناس الجميله اللي بتجيلنا واللي بتنورنا. وهنا لؤى كانت حابه تصبح عليكم وتقول لكم عيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين. قولوا لي ايه رايكم في الطقم بتاعها والشنطه الاموره القمريه دي، تحفه جدا، علشان كده عجبتنا فجبناها، صغنونه بس بصراحه تحفه.
زي ما شايفين مع بعض. وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسعادة ودايما في سعادة وهنا يا رب. ومريومة حبت تصبح عليكم، قولوا لي ايه رأيكم في الطقم بتاعها. دي كان اخر قطعة في المحل، لكن بصراحة عجبنا جدا. والجو تلج، يعني الجو اليومين دول ساقع قوي. حبيت ان انا اصبح عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده. والعيد جاي السنه دي في الشتاء، وبصراحه انا مش بحب الشتاء كتير. كل سنه وانتم طيبين. يعني لا صيف ولا شتاء، احنا نحب الجو اللي هو الربيعي الجميل او الخريف، ده احسن حاجه. ربنا يديمها نعمه علينا يا رب. كنت عملت كمان لاستقبال اخواتي وحبايبي مكرونه بالوايت صوص خطيره، صحه وهنا. وده كان غدينا، بس مش اول يوم، انا كان عندي اكل اول يوم. فتاني يوم عملت اللحمه دي، سلقتها بالماسوره وكانت حاجه اللهم بارك. وعملت لهم كمان مكرونه بالوايت صوص، بس عملتها بقى ودخلتها الفرن بالجبن الموتزاريلا، لان هو ده كان طلبهم، عايزين على الوجه كده جبن. فكانت بصراحه صحه وهنا يا رب، بيحبوها جدا. وما حبيتش ان انا اعمل اكل تاني زياده، علشان بصراحه بيتبقى منهم وبيتركن كتير، وانا مش عايزه كده. ندخله الفرن ياخد اللون الخطير بقى. ودي كده احلى مكرونه بالوايت صوص، تحفه. بعتذر عن صوتي، انا كنت حابه انزل لكم الفيديو ده من امبارح، بس الصراحه كان زوري تعبني جدا جدا. فخليته النهارده، قلت لا ننزله تاني يوم نكون اتحسنا شويه. دعواتكم يا اغلى واجمل اخوات في الدنيا. تاني ايام العيد كانت يوم عيد الام. فانا بقول لكم لكل ام كل مليون سنه وانت طيبه وبخير وصحه وسعاده، يا اجمل ام في الدنيا. وانا منكم انا كمان. ودي كانت نواعم العيد عند امي، ورحت عملنا هناك الكحك والبسكويت والبيتي فور بالمكنه. وشايفين ما شاء الله على الكحكيه، حجمها محتفظ بنفسه والنقشه مظبوطه تمام، حاجه في منتهى الجمال. ومعايا ده البيتي فور بتاع المكنه بجميع اشكاله، ما شاء الله. انا بعمل في شقتي بيتي فور الكيس، وبنعمل عند ماما بيتي فور المكنه. الاشكال تحفه والتسويه كانت خطيره والطعم يجنن. شايفين ما شاء الله تبارك الله، ممتازة، احلى بيتي فور. ومعايا هنا كمان البسكويت، ده بسكويت النشادر بالفانيليا، جميلة ما شاء الله. شايفين الكمية بتاعتي وبتاعت ماما، بجد كان احلى حاجة. كل سنة وانتم طيبين وبخير. بس المرة دي انا عملت عند ماما بسكويت الكيس مش المكنة برضو، تمام. مصطفى بقى حب يروق علينا تاني يوم العيد بالليل كده، خرجنا اتمشينا واتفسحنا واكلنا في محل اسمه دراجون، ده تبع مصطفى، يعني هو اللي يعرف طبعا الاماكن دي. فكان عايز يدوقني السندوتشات دي، فكانت بصراحة جميلة. كانت خروجة حلوة جدا، اكلنا فيها السندوتشات دي. وكمان طبعا اتبقى مننا كتير جدا، رجعنا معانا لان السندوتش كان كبير قوي ومشبع كمان. دي كده اصابع جبنة موتزاريلا خطيرة. ورحنا كمان كافيه كده تحفة، اسمه لودليس، حلو قوي بصراحة وحاجته جميلة جدا. طلبنا فيه ميلك تشيك، انا طلبت بيستاشيو، ومريم طلبت اوريو، والاء كانت طالبة كيت كات. وكمان طلبنا تشيز كيك، ومصطفى طلب القهوة بتاعته طبعا الاسبريسو دي، وبابا طلب نسكافيه باللبن. ودي كانت اجواءنا وجولاتنا في ايام العيد. اتمنى تكونوا استمتعتم معانا. كل عام وانتم بالف خير وصحة وسعادة دائما يا رب، وعيد فطر مبارك، والسلام عليكم.